طيب يا مساء الخير يا شباب او صباح الخير يا رب يكون كل اوقاتكم بخير. في اخر فيديو اتكلمنا فيه مع بعض عن موضوع ال يعني قبل اخر فيديو تقريبا كنا اتكلمنا عن انترفيوز وازاي انواع الانترفيو وازاي بتقدر ان انت بيمشي ازاي بالخطوات جنرال الخطوات الجنرال العاديه. بدايه كده، من ضمن الحاجات اللي انت بتعملها لو انت مش هتقدم في شغل خلال لينكد ان او انديد او اي موقع توظيف بيطلب منك حاجه اسمها ريزومي او السي في. تمام. طيب اولا في ما يقارب طبعا بوجود بقى اللي هو حاجه اسمها ديكيتور اللي هو الخاص بالاسمه ATS. بدأ ان هو اكتر من 70% بيفشلوا يعدوا اصلا المرحله دي. تمام. طبعا هسيب لكم الارتيكل ده تقرأوه، يبقى في محتوى الفيديو بخصوص حاجه زي ايه اهميه السيشن والحاجه اللي ممكن ان احنا نشرحها في فيديو زي ده. طيب، ببساطة كبيرة جدا إن الفيديو ده المفروض هيبقى شرح عملي وفي نفس الوقت شرح نظري. الشرح نظري هنقول احنا بنعمل عملي، يعني احنا مش نشرح نظري. طيب ده كان مثال على الحاجة اللي أنا عملتها قبل كده، ده كانت السكيلز بتاعتي واللي بعرف أعمله إلى ما آخره. طيب خلينا نبدأ from the scratch مع بعض، لأن أنا انترستد إن أنا أغير من شكل ريزومي نظرا لحاجات مش أصح حاجة وإلى ما آخره. فخلينا نبدأ مثلا إن احنا نبدأ نعرف حاجة بخصوص احنا عايزين نعرف امثله للشغل بتاعنا. فانا عايز اعرف مثلا آم، المفروض ان الموقع ده بيجيب لنا برضك امثله خاصه بحته ال- آم، اوكي، احنا عايزين مثلا داتا اناليسيس. يعني انت بقى ممكن بقى ريزومي، فبيجي يجيب لك هنا. ده طبعا ده الموقع ده انت اصلا انا اخدته من جوجل لما كنت في الدورة بتاعت جوجل. جاب لي قال لي بص على الناس اللي بص هنا مثلا هتيجي تقول لك ماركوس هال مثلا عنده هو بيتكلم عن داتا اناليسيس سيكوال بزنس انتليجنس. تمام. فبيجي يقول لك بص هنا مثلا بتبدا تعمل سمرايزيشن كده او تلخيص ببساطه كبيره جدا بتتكلم فيه عن نفسك، اللي هو بتبقى موجود في اي موقع تاني اللي هو اسمه about yourself. انت بتكتب about yourself، ما تكتبش اسمك تاني. يعني بليز دونت دو ذات، يعني بلاش تكتب اسمك مره تانية. خلاص انا عرفت اسمك من المجرد ده. فبتيجي مثلا تكتب والله ان انا داتا اناليسيس سترونج باك جراوند ان سيكوال، لان شايف الراجل ده عنده مثلا اكتر حاجه سيكوال والباي والبي اي اللي هو بزنس انتليجنس تولز لايك تابو اند ديب بزنس مايند سيت. وبيتكلم عن نفسه. هتلاقي بقى والى ما اخره، هتلاقي بقى الناس واحد زي كده مثلا. آه حاجه زي كده. بيجي يقول لك والله يجي الناس، فهنلاحظ حاجه عشان احنا هنبدا نكتب دلوقتي فعليا. فيا ريت انا هسيب لكم برضك الموقع، هسيب لكم الموقع في الديسكربشن. يا ريت تبداوا معايا وتحاولوا انتوا تختاروه على اللي انتوا عايزينه. مثلا احنا مثلا هنقول جرافيك ديزاين مثلا. جرافيك ديزاين ديزاين ريزومي مثلا اكزامبلز. احنا عايزين مثلا ما افتكرش ان هو اهو انهانس سي في. فهيجي يجيب لك مثلا اهو، شايف هيجي يقول لك اهو يعني يوزر انجيجمنت انكريز. والله يعني هتلاقوا في جميع الحاجات المجرد بس انك تبحث. ولو تفتكروا ادوات البحث كنا عاملين برضه فيديو اللي هو ازاي تبحث افكتيف اكتر. ممكن بقى يعني انا مثلا عايز اقول له بي دي اف مثلا، فلو عامل كده اهو مثلا على طول اكتب بي دي اف مثلا، فهتلاقي على طول جايب لك اهو بي دي اف. طبعا مش انترست ان انا اهتم بيه يعني. طيب خلينا نبدأ كده. هتلاقي بيبدأ هنا بيقول لك ايه مثلا، بيبدأ ان هو يدي العناوين بتاعته اللي هو المفروض انه لما بيجي يقدم على شغل بيقدم عليها. طيب خلينا كده نعملها سوا اللي هي الريزمي بتاعتي برضك، لان انا انترستد ان انا يعني اديت فيها كام حاجة. فخلينا نقول نيو ريزمي مثلا. لا كروز مثلا، لا احنا عايزين مثلا كريت نيو مثلا. نيو ريزمي تمام. انا you can download your resume but not edit them. الاكتيف براند ريزمي. طبعا لو قلت له الاكتيف ماي براند طبعا انا معيش يعني هو ده بيبقى بفلوس وكده. فاحنا ممكن نعمل حاجه كويسه جدا. انا كده كده متاكد مثلا انا عملت لها ده موجود وكده، فانا كل اللي انا هرجع اعمله هعمل اديت بقى عليه. حلو. حلو. آه هي حتى تقريبا مش عايز تعمل اديت. اوكي. ثانيه كده خلينا نشوف المشكله اهي. اهي. طيب هو اوكي، هو مش عارف يخرج حاجه. خلينا نتاكد كده. طبعا انتوا فهمتوا النقطة يعني. معلومة صح ده. اها.
هل هو اوكي بيرفكت كده دلوقتي اشتغل؟ هو ده السريع يمكن معلق. ماشي، خلينا كده نخش مع بعض، نرجع ده لصديقنا. آم، هنا هيجي يقول لك مثلا، بيقول لك eager to apply my data analysis skills in dynamic environment studying SQL Python. طبعا ده بيتكلم عن ادوات، ف ده المفروض اللي انا كنت كاتبها. فهنا هتلاقي بيقول لك data analysis مثلا the strong background in SQL BI tools والى ما اخره. فهنبدا كده احنا نجيب الاول الاسم. ميك شور ان الاسم، يعني انا اسمي مكاري جمال مثلا، اتاكد ان الاسم اول حرف فيه كابيتال، وتاكد من السبيلنج نيم بتاعك اللي موجود في لينكد ان واللي موجود في الحاجات التانية اللي بعد كده، علشان تتاكد ان مبقاش في اي مشكله. يعني انا مثلا دلوقتي انا نسيت الشهاده بتاعت جوجل مثلا، انا نسيت انا كان اسمي ايه فيها، ده بجد انا نسيت يعني فخلينا كده نتاكد، علشان دي برضك من ضمن الشهادات قويه جدا اللي انا خدتها، فانترستد ان انا وهي كانت حقيقه جورني كويسه قوي. فتعالوا كده. ماشي، عايزين نجيب الفينش مثلا. كنت بجيبها منين؟ اوكي. مهم. حاضر كده. مثلا. اوكي، مكاري جمال، اوكي انا كاتبها صح كده. فاتاكد برضك من حاجه زي كده، انت بتكتب اسمك ثنائي يعني مش ثلاثي، هو عادي يعني، هو مجرد بس تتاكد من الاسم. طب انا بعمل ايه طيب؟ انا داتا اناليسيست، داتا فيزواليزيشن باور بي اي ديفلوبر. لا ممكن نكتب بقى ايه، عايزين احنا مثلا نحسن حاجه زي كده، فهنكتب والله بزنس كمان، ايه بزنس انتليجنس، statistics modeling quantitative research. um, اوكي. لا انا عن نفسي هختار ان انا data reporting analysis. اها اوكي. um, خلينا go ahead ونكتب data reporting analysis او analyst data reporting analysis. خلينا بس نتأكد كده علشان ايوه. طبعا ممكن يكون في مشكلة في السبيدنج، فايه نعمل كده اهو كده. اوكي. طيب بعد كده بنخش على النقطة اللي بعدها، وهي ايه؟ وان انت بتحط فيها ال الكونكشنز بتاعتك، اللي هي ازاي الناس تتواصل معاك. انا هنا حاطط مثلا الايميل بتاعي، وانا قلت له اللوكيتد بتاعي. طبعا ما تقولوش العنوان بالتفصيل، يعني اقول له ايجيبت كايرو، لان في بعض الاوقات البوزيشنز بيجي يقول لك والله انا محتاجك ان انت يكون لوكيتد معين مثلا، فانا قلت له والله ده اللوكيتد بتاعي. طيب هنا بيجي يقول لك حط لينك. طيب اللينك هنا بيختلف، بمعنى ايه؟ انت ممكن مثلا تحط لينك للايميل بتاعك، لينك لايه تاني مثلا. يعني انا حطيت لينك هنا، ده بروجكت كنت عامله من فتره، كان بخصوص السيلز وكده. كنت مستخدم فيه بايثون، فخلونا كده نتاكد ان هو برضك اهو. اوكي هو شغال يعني. ف يعني شايف ان حاجه زي كده ممكن ان هي تساعدني برضك، يعني هو ده كان البروجكت، وكمان بوديه على لينكد ان، فانا ضغطت عصفور بحجر يعني. خلوني كده، ممكن نغيرها ازاي طيب؟ احنا عايزين نشوف تمبلتس كده. اها. لا خلينا في نفس التمبلت دي، انا بتهوي، حاسة ان شكلها شيك يعني، بس او دي يعني. اها اوكي. طيب يعني ممكن دي تصدقوا، يعني ممكن نجرب دي. بلاش حاجة يكون فيها صورة يا شباب يعني، اوكي. يعني بلاش حاجة يكون فيها صورة، اختاروا حاجة كده simple يعني، as much as you can، و... وتكون سهلة. اوكي، تقريبا انا كده تمام يعني، بس مش عارف ليه كتب اسمي. اوكي.
اه ممكن تختار الفونت من هنا. بس انا مش يعني مش حاسسها ضيقة قوي كده يعني فاهمين. مش عارف يعني ممكن والله نختار التانية يعني خلاص. كده كده التانية كانت برضك مش وحشة خالص، كانت حلوة. آه، لا. اوكي انا عايز اجيب التانية. طيب تقريبا احنا في مرحلة البحث عن التانية يا شباب. آم، ولا خلينا دي. انا حقيقة مش عارف يعني هو، انا عارف ان هي، ولكن احنا في نفس الوقت احنا عايزين حاجة كده تكون كويسة في نظرا. انا شايف ان دي برضك شيك اوي. يعني ليتس جو اهيد يعني ونكمل في دي. حاسس ان هي كويسة. طيب خلاص هنكمل في كده بس خلينا الديزاين اند فونت. طيب بخصوص الديزاين اند فونت خلينا نتكلم كده على كام حاجة يستحسن ما يبقاش فيها لعب، يعني ما يبقاش فيها حاجات زي كده يعني. اوكي هو ممكن في تلاقوا حاجات زي كده، لكن يستحسن لا، يعني هو الحاجات اللي هي الساينتفك او الحاجات الفعلية للناس لا، ما بيكونش فيها كده. طيب بخصوص الفونت المفروض ان هو الفونت بيكون موحد. وده الحلو في البرنامج ان انت مش محتاج زي وورد بقى كل شويه تيجي تغير الفونت او حاجه زي كده، فتقلق بقى ان هو يعني خليه زي كده. يعني مثلا هنا مثلا بيجي يقول لك ايه البيتش مارجن. اوكي يعني ده المفروض ان هو شايفين التغيير مثلا اللي هيحصل هنا في الشكل البيتش عامه. يعني هنا مثلا دي نزل تحت شويه، احنا عايزينها ايه نخليها كده كويس. ماشي. يعني خلينا بقى ايه دي كده. لا اوكي كده كويس. امازون كده كويس يعني. طيب بخصوص الفونت بقى خلينا نشوف بقى what is the most appropriate مثلا. what is the most appropriate مثلا. ما اتكتب ده هي. font مثلا in resume for resumes. اوكي حلو. تعال نشوف اول واحد ده جنب ارايل ده تقريبا مش موجود هنا. آه كامبريا. تمام هو تقريبا جاب كل الحاجات اللي هي مش موجودة يعني. تمام يعني هو مش حاجة معينة، ولكن هي الفكرة بحس إن إحنا عايزين نشتغل عشان نضمن إيه إن كل حاجة تمام. نيورو مان مثلا. أنا حاسس إن هي دي كده حلوة يعني كده. يعني إيه بقى اختاروا بقى أوكي، يعني أنتوا تقدروا تختاروا. أنا تقريبا همشي مع كده يعني. أنا حاسس إن ده تمام معايا. وفون سايز كده وتقريبا كده كل حاجة تمام. بخصوص بقى دي بقى أنا مش عارف حقيقة إزاي ممكن تجيب كابيتال اند سمول، يعني الحاجة اللي هي الأساسية اللي احنا كنا لسه عاملينها من شوية دي. فاحنا ايه ممكن احنا ممكن اوكي طب بصوا عشان بس في حاجة هناك جت كده دلوقتي. هنا لما بتدوس عليها بيجيب لك اوبشنز ان انت ممكن بقى تقول له ايه انا مش عايز اجيب اللوكيشن زي ما تحطليش في مكان، فيجي يشيلها لك. مثلا ما تقوليش ابر كيس مثلا. انا كده انا خلاص انا دلوقتي انا عملت اللي انا عايزه. اللي هو انت بتدوس عليها تقول له انت عايز الابر كيس يبقى ابر كيس والبتاع ده بيكون عادي. آم، تمام تقريبا. لا احنا قلنا انت عايز تضيف فوتو. قصة لينك بقى انت عايز تضيف لينك زيادة. يعني انا ما افتكرش يعني انا كده الى حد ما تمام. او يمكن لو عايز اضيف هضيف حاجة للبروفايل للشغل بتاعي. آه فاحنا ممكن ايه ممكن نخلي لينك على اوكي جيت هاب او جيت. بس انا الحاجات بتاعتي فيزواليزيشن، فاحنا ممكن نخليها مثلا اربطها بدرايف وترفعها مثلا وتمشي هكذا. ولكن خلينا بس نتكلم حاليا لغايه الان انا كده كبرت بس عشان نشوفه كويس.
ده داتا اناليسيس، والله داتا ريبورتنج اناليسيس، باور بي اي ديفلوبر. ده اكتر حاجه كومن في السوق. يعني انت لو دخلت على ابورك كده فتره هتلاقي معظم الحاجات بيقول لك داتا اناليسيس ريبورت مثلا، او داتا ريبورتنج اناليسيس، والى ما اخره. طيب objective والله eager to apply مثلا my data analysis dynamic and scaled um, process, and eager to develop further in data analysis analytics, and have the ability to adapt. طبعا خلينا كده ايه، adapt with any new technology. طيب آه اولا طبعا اكيد ممكن يكون في اخطاء املائيه، وكمان بل بالعكس ده انا ممكن اخلي اصلا شات جي بي تي يساعدني، اجي اقول له ان انا رايح اكتب حاجه زي كده لشغلي، بالله عليك ساعدني علشان ايه، عشان عشان اعرف ان انا لوجن. انا من ناسي الباسورد. فا اوكي بس خليك خش بقى معايا. اوكي كويس اوي كده. والله I'm gonna write مثلا please help me out to write summary مثلا. um, احنا ممكن نقول له ايه مثلا، write objective مثلا for data analysis, so please rewrite مثلا rewrite this section to me. اهو درايف انت والله. بصوا حتى شات جي بي تي ذات نفسه بدأ لك بفعل، هو عادة خلوا الحاجة عادة في ال ATS مثلا الخفيت with ATS system. طبعا هو اوقات مش كده، ولكن انا هفهمكم كام حاجة برضك. أو بص motivated data analysis with professional in SQL by Python, Power BI, or Tableau, and data visualization experience in contributing to data driven decision making process, and eager to further develop expertise in data analytics, highly adaptable to new technologies, and dedicated to continuous learning. Um, بصوا حتى بقول لك the version emphasizes keywords that are likely to be recognized by a ATS system. فهناخد ده كده مثلا، وتأكد بقى ان انت مش واخد حاجة زيادة او حاجة زي كده، ونروح مثلا ايه وندير واحدة كده. يعني انا شايف ان هي حاجة كويسة، يعني motivated data analysis system experience professional SQL Power BI. على ما اظن دي بالفعل السكيلز اللي معايا. آه بايثون باور بي اي مش كويس قوي فيها، ولكن بالفعل يعني عارف مثلا كويس يعني لحد ما. وهكذا بقى. طبعا انت بتسيستم الحاجات، انا بس بوضح لكم الفكره الاساسيه. اوكي طيب. فبتبدا بايه، بتبدا وتتاكد ان حاجه زي كده طبعا شات جي بي تي بقى وايه، يعني ربنا يخلي لينا يعني. الاكسبيرينس. طيب الاكسبيرينس بس عشان نقطه هنا مهمه، انت بتبدا بالفول تايم، بارت تايم، فريلانس، انترن، وحاجات التطوع. فانا بدات اصلا فول تايم. انا كنت شغال قبل كده كاستمر سيرفيس سبيشالست مثلا. اترقيت فيها، بس خلينا بس هنتكلم مثلا جوه على الموضوع ده. آه طيب هنا مثلا قلت له قسما لازم بقى تكتب انت رحت امتى، لازم التاريخ. يعني مثلا لو التاريخ جه قال لك ان انت عايز مثلا، مهم جدا ان انتوا تعرفوا لو جه قال لكم ان هو عايز اكسبيرينس 3 اشهر او سنه او سنتين، وانت ما عملتش حاجه ادابت، ما عملتش اديت مثلا على الحاجه بتاعتك، فتلقائيا الاي تي اس ما بيقراش التاريخ ده. يعني انت كتبتوش مثلا تاريخ هنا فمش بيقرا التاريخ هنا، فبالتالي هو ايه اصلا بيرفض اللازم بتاعته. فلازم تو ميك شور ان انت حاطط التاريخين، حاطط ميعاد البدء والانتهاء. ولو انت لسه شغال فبتخلي ميعاد البدء اللي هو من 2002، فهو مثلا 2012 مثلا، فهو بيقرا من 2012 لغايه دلوقتي، او من 2000 مثلا 22 لغايه دلوقتي، والى ما ياخد. طبعا أنا كنت شغال هناك كايرو ايجيبت اوكي. ف improve provide an exponential customer service resolve it and inquires and comes efficient. ماشي.
يعني ممكن بقى تعالوا كده مثلا نشوف ممكن ايه هنا. آه show location طبعا. آه اوكي ماشي provide extensions. مثلا انا كنت عايز اقول ايه تاني مثلا. المفروض انا هتكلم كده ان انا عملت ايه هناك، فانا والله achieve the instruction customer and achieve sales targets. I got مثلا I got 3 promotion او في خلينا علشان I got to take promotion. um got promotion على طول. اوكي got promotion 3. um what prefer to help the newcomers to achieve their targets and support them support them by my knowledge and the process. طبعا انا عارف ان انا كاتب غلط، ولكن ايه كده كده سهل. حاجة زي كده علشان اجي اقول له ايه please rewrite مثلا ده. promoted to a worker, promoted to a workforce or assisting you count on achieving the targets by providing support through my knowledge and understanding of the process. اوكي نخش هنا مثلا. يعني بص هو الموضوع بس يكون فاهم الاورجنايز ازاي وماشي ازاي وهتلاقوا كل حاجة ايه فل يعني معاك. ده طبعا خلاص انا تقريبا آه تمام. data analysis intern. أيوة I got analysis data set internship focusing on copy and visualization and SQL. أنا عايز provide بقى لينك مثلا للبروجكت اللي أنا عملته. أنا بالفعل عملت البروجكت وكده، فخلينا نخش هنا مثلا. آه يعني it is not professional إن أنت تعمل حاجة زي كده، ولكن as long as إن أنت اوكي. انا بس عايز اتاكد ان هو ده البروجكت علشان ايه. ايه ده. طيب خلينا كده نتاكد بس نقطه كده بسيطه. خلينا نقول مثلا ان هو ده. انا مش متذكر حاليا مثلا انه بقالي فتره كبيره. آم، هل هو عمرو؟ اوكي. هو كان المفروض ان هو اوكي. لا هو بيشتغل بس لازم يكمل. ماشي احنا قدامنا اكتر من حل. قدامنا ان احنا ممكن يعني نسيبه، ولكن ده ما يستحسنش. يعني اللي هو ما تحطش اي لينك، بس ده مش هيبروفايد اي حاجه ان انت حضرت حاجه زي كده، فيستحسن ان انت تحط الداتا. طبعا ده كانت مش عارف اصلا انتوا شايفينها ولا لا. طيب اوكي. طيب هو المفروض هيكون ده على كده وهيكون ده.
واحنا المفروض ان هو كمان كان في حاجة خاصة ب يعني خلينا بقى ايه ناخدهم بقى نعمل مثلا نيو فايل. اوكي هنطلع نعمل نيو فايل الاول. نيو فولدر. هو دي عايز حاجة well, طيب كده خلينا كده نشوف هنا. um, okay. انت فانت ايه بتبدأ بقى تاخد الحاجة دي كده. عايزين نتأكد كان ايه ده. اوكي ابدأ هنا. موف هنا. موف موف. وكان في ايه بقى كان في الاتش ار بروجكت. المفروض ان هو كان موجود هنا. اهو نعمل كده اهو. عايزين مثلا نعمل له موف فبنيجي هنا. هو انا مش عارف ايه اللي مش عايز مهم. تمام. طيب على ما اظن كده تمام يعني المفروض ان انا كده بالفعل عملت تمام حلو أوي. ده المفروض كان بالفعل اللي انا اخدتها. كانت دي كانت شركة دي المفروض. طيب طبعا بتتأكد من الاسم ومن كل حاجة. باور بي اي فيزواليزيشن سيكوال. انت قلت له بقى ان انت ايه يعني احنا ستيك هولدر اندرستاندينج كومبلكس داتا ساعات. حلو. احنا قلنا له عايزين نضيف لينك فبتعمل كده اهو. تيجي تحط مثلا اللينك
كل اللي انت بتعمله ايه، بتيجي هنا anyone with rank viewer، yes copy rank done، بتأكد ان هو تمام. آم، فرونتينج بقى organize، تمام. ده كان intern، انا اخدت اكتر من intern، بعد كده اخدت intern من انفوتاك. آه يعني خلينا بس نعمل حاجة هنا كمان. آه انا شغال اتش ار ريكروتر مثلا، او مش مثلا انا شغال اتش ار. المفروض نكتب اتش ار اسيستنت مثلا. اوكي اتش ار اسيستنت لان انا مش سبيشالست نهائي. company name. اوكي فاحنا هنا طالما انت شغال فريلانس وانا مش شغال مع specific company او حاجه زي كده، فكل اللي انت بتعملها مثلا بتلغي هنا حاجه، وبتلغي كمان الديت يعني لو حابب، او بلاش ان انا احطها اصلا لان كده كده I think ان هي مش هتضيف لي حاجه في السي في as long as ان حاجه زي كده مش هتهمني قوي يعني. بس احنا ممكن ايه يعني نلغيها، هي كده كده مش هتضيف حاجه يعني. اوكي احنا اخدنا ايه تاني؟ آه عايزين نقول مثلا ان احنا data analysis برضك intern، او هي ما كانتش اصلا data analysis، هي كانت حاجه تانية. تعالوا كده نخش نشوفها مع بعض. A data science internship. Yes, it was data science internship. Um, المفروض إن هي كان فيها تاسك خاص بالديب ليرنينج، ماشين ليرنينج، باور بي اي، سيكوال، ولكن تعالوا بقى ايه، انفوتك داتا ساينس intern company name is called infotech. متفتكرش اصلا ان انت هتلاقيها لان انا اشتغلت معاها اونلاين. ف intern infotech هنا مثلا اهي infotech، يعني ده نفس اللي كان موجود، ف يبقى هي دي يعني، او اي هوب يعني هيكون هي دي. آم. تمام. يعني انا كده كده ماليش دعوه فهنشيل. خلينا نفتكر كده بس المده كانت امتى. كانت في شهر 4. قعدت معايا من شهر 4 لغاية شهر 7. فهناخد هنا 2024 to ماشي. واحنا أصلا في 24 شهر شهر 4 to 2024 شهر 7. يعني هي أكيد، بس المفروض اللي هي اللوكيشن بتاعت انفتك دي المفروض إن هي كانت انديان، إن كانت برضك انديان يعني. بص مش هتلاقوا انفتك كتير قوي، فخلينا كده نخش مثلا على اللينكد ان بتاعي، حتى ما طلعش ابديت.
لا لا، مش نفتكر هنا. آم، هي ان انا مش فاكر، او يعني هو هي لقيتها كده على الميديا، فمش فاكر قوي، ولكن مش هتفرق كتير قوي يعني. هي كل اللي انا عملته these enhance enhance my skills about understanding, enhance my skills to understanding, to understand, to understand, understand, uh, understand the knowledge regard. اوكي كده احنا هنعمل knowledge about supervised machine learning, about regarding the algorithm, decision tree مثلا. أو خلينا regarding supervised and unsupervised learning, and try to make visualization مثلا. Enhancement skills to understand the knowledge about machine learning regarding supervised and unsupervised learning, and more adapt with the okay and اوكي and ايه تاني NLP مثلا. and and utilize NLP. NLP وايه تاني؟ um, اوكي deep learning. اوكي and deep learning مثلا، او مش مثلا، and improve my knowledge in Power BI. طبعا انت بتبدأ. انا مش عارف يعني ايه اصلا internal. طبعا ايه، خلينا نخش هنا بقى نيجي نقول له ايه. do the same with aiming to enhance human skills, deep learning, also expanding my Power BI and SQL as well. يعني هي زي الحلاوة يعني، فاهم؟ ماشي. أم... اوكي داتا ناقص. ها تقريبا لسه استخدمتها في المكان الغلط. اوكي طيب، انا كده دي الثلاث حاجات انا اشتغلت فيها مثلا. ولو اشتغلت في اماكن تاني انت فيل فري ان انت يعني أنا في اكيد اماكن تاني الواحد اشتغل فيها ومش عارف ايه، بس ممكن يكون شغال. يعني انا اشتغلت في شركه مثلا، ما انا بذكر الاسم، شركه اكس مثلا لمده شهرين مثلا، كاستمر سيرفيس. انا شايف ان دي، لا دي انا شايف ان انا اترقيت فيها وعملت مجهود وقعدت فيها حوالي سنه فانا شايف لا ان انا اذكرها احسن. اوكي آه فبس
كمان انا شايف مثلا I walk there walked walk there walk there in Vodafone account therapy account. ليه طيب اشمعنى نرجع تاني؟ اول حاجه هو مش هيروح يسحب عليك في الشركه كلها يعني فاهم فماست ان انت تكون ماست اكيوريت ان انت في المعلومه بتاعتك علشان لو حابب يتواصل مع الشركه او يتواصل مع المكان. طيب فرونتيرنج انا كنت موجود في كايرو انترناشونال بوك مثلا. آه حقيقه يعني هو المفروض ليه اسم تاني انا مش فاكره وساعتها كنت مكسل ان انا ادور. ولكن معرض الكتاب بالانجليزيه مثلا. انا مش فاكر هو كان GDCS او حاجه زي كده. اوكي. لا هو انا حضرت يا جدعان والله بس انا عايز اعرف عايز اعرف اسمها ايه. اه بص يعني هو لا صدقني انا مش هتفرق كتير قوي لكن انا قلت ان انا اكون مور اكيوريت اكتر يعني. آم، طب هقول لكم على حاجه ما تيجي نشوف كده اصحابي او زمايلي اللي كاتبين مثلا في كاتبين ايه في اهو بصوا. احنا عايزين نشوف حد يا جدعان كتب يعني محدش كتب مش معقول. اوكي خلينا كده نشوف كيبو مثلا خلينا نكتب كده معرض يمكن دي هتفرق معاهم. هو المفروض إن ده كاتب ولكن هو كاتبها بالعربي. يعني هي زي ما قلت لكم هي في الأغلب هي ملهاش أو لا هي ليها. طيب نشوف مثلا مريم. آه هي تقريبا كانت موجودة. اوكي شاركت في مبادرة. طب ماشي آه ذا اوكي خلينا اوكي هو هيجيب لها معرض كتاب فخلينا كده نكون جاي ايجيبت شونتيني. انا ما اعرفهاش ولكن يعني اوكي احنا كده فانا تقريبا كده كاتبها صح يعني شباب مش محتاج ان انا اغير تاني. يعني كانت مش موجود فيها في الدورة اوكي فانتيجا كان organized by Gary Pesos uh, and مثلا under supervised. احنا كنا عايزين نكتب ايه؟ آم، الشباب والرياضة. طبعا هي غلط ولكن ايه انا فاهم. طبعا انتوا تقدروا تحطوا الحاجات بقى تلقائيا يعني طبعا كان بروجكت اللي انا كنت عامله ولكن ايه خليه دلوقتي ده على جنب. تمام. يعني شايف ان هو احسن. طبعا improve سي mistakes عشان تقول تشيك الاي تي اس انا المفروض هيعدي بنسبة 87%.
ده الحلاوة برضك في الموضوع إن ده بيقدر يساعدك. فخلينا نقوله إيه تاني؟ فرونتير مثلا. لا احنا زي ما احنا. Organize AI Catalyst ده كان حاجة تبع باشمهندس عمرو عبد الرحيم. كان ايه يا ربي، هو اساس الباشمهندس عمرو. كان خاصة، وكنت موجود انستراكتور مع MCB. وكنت موجود قبل كده في حاجة تانية كنت خاصة بالماركتينج، كانت اسمها كارير كوميونيتي، او كنت موجود في اكتر من حاجة خاصة بفرونتينج ولكن انا نسيتها. فولكن خلينا مثلا في اخر حاجة هنا، دي كنت موجود فيها انستراكتور. قعدت قعدت فيها سنة تقريبا يعني. فخلينا اوكي. طيب، نرجع بقى مرة تانية. بص من فوق بقى حتة السترينج بوينت. طبعا كده مش جاست والويكنس بوينت، يعني الاناليتيكال ثينكينج. بيقول لك عندك في السوفت سكيلز الخاصة بأي داتا اناليسيس أو حاجة زي كده، بيكون عنده الثينكس بوينت إيه هي. خليها تبقى analytical thinking. في الأغلب ال effective communication، أنت بتعرف والله تعمل حاجة زي كده. آه ability that is set in the during my internship at طبعا during my internship at IBM. هي تقريبا هي دي اللي موجودة في ولكن during my internship مثلا at okay during my work على طول يعني during my projects. خلينا برضك ايه. طبعا انت محتاج ان احنا ان انا اعمل قاعدة كده شوية. اوكي. طيب بص، هو بيجي يقول لك ان I demonstrated ability to analyze complex data set and as evidenced by my projects which have lead to actionable insights. طيب that fact was مثلا عايزين نسأله if that fact with um with analytical thinking skills مثلا. Yes, that's the statement does Arian with analytical thinking skills is highlights your ability to break down. Okay, that sounds great. طبعا لو مش عارف ايه الاناليتيكال ثينكينج انصحك. اوكي انا شرحتها مش شرحتهاش اصلا في سوفت سكيلز، ولكن آم، التفكير التحليلي دي موجوده عندنا بالفطره، مش لازم كورسز دي بتخليك اوير اكتر ازاي تستخدم حاجه زي كده more efficient او more effective. كلنا عندنا الحاجات المكتوبه دي، يعني كلنا بنعرف مثلا عندنا التحليل المنطقي، كلنا عندنا الفكر النقدي، كلنا عندنا والى ما اخره. ولكن الفكره انت الوي بتاعتك وانت بتعرف تستخدم حاجه زي كده. فمهم جدا، مهم جدا ان انتوا تكونوا عارفين النقط اللي عندكم كويس جدا، تكونوا قوي بيها، علشان انت ممكن يكون عندك حد مش انتليجنس عالي جدا، حد بيعرف يفهم اللي جنبك ده متضايق ولا مش متضايق ولا ما اخره. ف it's most important ان انت تتاكد. انا عايز اتاكد ان ده ان هو شغال، لان انا قبل كده تقريبا حطيته هو مش شغال او حاجه زي كده، ولكن thanks God it's working. فتمام. تمام، فخلينا هنا بقى، خلينا هنا نتواصل بقى زي ما قلت لكم في حاجه زي كده. فعادي جدا ان انت ما يكونش عندك السكيلز دي لو انت فاكر ان هي مش عندك، ولكن افتكر يعني حاول تدور على المعنى ليها او الديفينيشن ليها، وافهم هل انت عندك المهاره دي ولا لا. يعني لو جيت قلت لك انت ما عندكش مثلا مهاره الادابتابيلتي مثلا، انت ما تعرفش يعني ايه ادابتابيلتي، او بس ما عرفتهاش كلمه مش عارفها، ما لهاش علاقه ولا حاجه، انت مش فاهم يعني ايه ادابتابيلتي. ولكن انت هو انت اصلا جايز ان انت عايش في مصر انت عندك ادابتابيلتي. ولكن لا اوكي، adaptability ببساطه كبيره جدا ان انت بتعرف ان انت تتعامل مع التكنولوجي جديده. وهنا نقطه مهمه جدا انا كويس انا افتكرتها، ان هي دي في البرفورمانس بوينت. ف write to me مثلا statement. write to me statement and to put it in my resume.
follow ATS system. Be precise. هو بيجيب لك تقريبا اوكي. فأنا شايف إن حاجة زي كده كويسة. أنا هضيف حاجة تانية. طبعا هو هنا بيجيب لك ال AI بيخليه هو اللي يعملها لك starting presenting complex data. From not to my positive feedback from accurate as a team leads. يعني that sounds good. تمام. آه ايه تاني team collaboration expert data scout. تمام خلينا كده ايه team collaboration عشان انا بس نتأكد ان احنا تمام. طبعا حاول ان انتوا تنوبوا براحتكم لان الحاجة دي هي اللي هتكمل معاك ف okay, take your time. Excellent lesson efficient presentation ability in data and reporting. Effective problem solver adapted in identifying trends and improving process. Continuous learner dedicated to skill enhancement and knowledge acquisition. تمام. expert data analysis كمان بايثون. طبعا استحسن انا اشيل ار لان دي اضعفهم عندي. فايه هو بي ار. آه strong مثلا knowledge and آه Microsoft. فخلينا ايه نخش هنا مثلا في التاب دي علشان بس الجهاز يستقبل حبتين بتاعي. طبعا عملت هنا اوكي تقفل ده كده. تمام. انا شايف ان انا عندي اوكي كده احنا تقريبا خلصنا اول جزئين وانا كده خلصت الجزء الخاص. طبعا الاديوكيشن دي اخر حاجه اللي هوضح لكم. ما تكتبش education اول حاجه ليه؟ لان افترض ان انت جاي من مجال تاني انت عندك اكسبيرينس مثلا في المجال ده. اولا لو انت عديت من الاي تي اس مثلا في الاغلب بتقفل الحاجه من الانترفيو والانترفيو مش انترست جدا بالاديوكيشن باك جراوند بتاعتك. اه هي شرط طبعا يعني احنا مثلا دخلنا على جوجل جوبز مثلا او حاجه زي كده هتعرف ان هي واحده من الحاجات الموجوده واللي انت بتحاسب عليها من الاي تي اس ولو شفتها بيديلك كريتيكال which is ان هي زيرو. شباب في فرق ما بين ان انت بتاخد سكور عالي وفي فرق ان انت بتاخد في حاجات كريتيكال which is ان هي اول ما بيحد ما هي برنامج الاي تي اس او خلينا نقول اتش ار حتى كذا هيومن يعني بيشوفها هو بيديك زيرو which is ان انا مثلا اتخيل ان انا عندي مثلا السكيلز كلها وجيت تقول مثلا عندي 16 سنه مش هشتغل 18 سنه والله ولا 20 بس يعني لو انت لسه طالب او كده ممكن يجي يقول لك ان انا عايز خريج بس وانت كاتب له ان انت اللي عندك باتشر ديجري ولسه خلاص في 25. فساعتها لا هو برضه كده بالنسبه له هو اصلا مش هيعدي ولا هيقبلك وهكذا. اوكي طبعا اللي في حالات نادره قوي ممكن يقعد معاك لو انت حد يعني من ضمن يعني ناس كويسه جدا بالفعل وعندها سكيلز رهيبه. السكيلز اللي عندي السكيلز اللي عندي آه يعني حته السكيلز من ضمنها سيكول بايثون داتا فيزواليزيشن تابلو بزنس انتليجنس داتا اناليسيس. طبعا دي الحاجات الخاصه اللي عندي. ممكن ايه تاني مثلا اتعلمته في الفتره الاخيره. في حاجات كتير جدا ولكن دي الحاجات الماست كومن.
تستخدم في ممكن. اوكي، وحتى ده عشان يعني انت مش هينفع مثلا تيجي تقول له ايه adaptability مثلا، ده خدتها ايه. انا اصلا حتى مش متأكد ان هي صح ولا لا. انا مش عارف. ايه تاني؟ adaptability مهم جدا جدا جدا. دي must be things you found، يعني must إنها تكون skills عندك جدا. آه problem problem solving، analytical thinking مثلا، attention to details. attention to details. um, اوكي. طبعا انت ممكن، طب انا هساعدك ازاي برضك تكتشف الحاجات اللي عندك، او يعني شوفي عندك ولا لا. اكتب هنا مثلا توب 10 مثلا، توب 10 skills for data analysis. يقول لك ده SQL, Excel, problem solving, data statistics. حل مثلا 12. طبعا programming, presentation. في بعض الحاجات بقى اللي يجي يقول لك ايه، يجي يقول لك ان انا عايز يجي يقول لك ان انا عايز مثلا حد يخترق داتا او هاوس مثلا. ده نوع معين. اوكي. طبعا هو انا ما بذكرش مش معقول. اوكي ماشي. تمام. لغايه الان كده مفيش اي مشكله يعني على ما اظن. هنيجي في البيج التانية، يعني دي تقريبا كانت البيج الأولى بتاعتي motivated data analysis. كتبت له والله إن أنا قد إيه حد جميل وكويس. هندخل على الحاجة اللي بعدها وهي إيه certification والeducation. أنا واخد شهادات أعلى من كده، يعني أنا موقع إدراك، يعني أخدت شهادات كتير جدا. أخدت موقع تاني كان اسمه education free education أو حاجة زي كده. bachelor مثلا of arts in philosophy. آه، يعني احنا المفروض ان هي تخلص من philosophy. مش عارف ازاي انا عملتها. اوكي bachelor of philosophy مثلا. يعني تبقى الصح. اوكي. um, ماشي. الاديوكيشن. اوكي، طب هل الاديوكيشن ده المفروض ان احنا آه نمشي فيه مثلا الحاجات اللي احنا اخدناها بخصوص ايه، بخصوص اللي هي ككورسات وكده؟ لا، دي بتبقى حاجة تانية خالص. ولكن في فرق ما بين الكورسات وفي فرق ما بين المعاهد. فاذا هنا احنا مش هينفع ان انا كنت عامل مثلا غلط رهيب جدا ان انا كنت كاتب كورس ابن سينا اكاديمي، لان انا اخدت قبل كده منحه في ابن سينا. يعني كانوا هم اصلا من ضمن الناس يعني انا بدات بحاجه لوحدي بعد كده. يعني دي قصه تانية هحكيها يبقى في فيديو تاني، او لو حد كان مهتم. واخدت المنحه دي فور فري، ويعني ربنا كرمني بيها وكملت. فاذا لا، يعني خلينا كده نشوف مثلا what we should mention مثلا. مثلا and education system education section مثلا and resume مثلا. بص، graduations relevant location of your school degree. بص، ما ينفعش ان انت ايه، ما ينفعش ان انت تقول حاجة تقريبا degree earned how to list من resume with examples. يعني تعالى كده نخش مثلا ادينا بنشوف يعني قدنا ايه. مهم. يعني مش عارف ايه ده، ولكن يعني هو بيجي يتكلم هنا education history. لا يعني على ما اظن ده لو انت اخدت بقى حاجه تانية official، يعني اخدت حاجه government مثلا، اخدت هنا وبعد كده حبيت ان انا اعمل مثلا
اعمل اخد ديجري مثلا تانية في حتة مثلا information system او حاجة زي كده. سواء بقى كان جامعة، سواء كان institution او حاجة زي كده. فاذا انا بلاش اعمل كده، لان ده هيكون حاجة مش احسن حاجة ليا ايه خالص. فاحنا هنعمل كده اهو. طبعا هنا المفروض ان انت كاتب له من 2021، فانت تخش على السيتنج هنا هيجي يقول لك طب والله انت عايز تعرف مثلا جي بي ايه. لا انا اصلا جايب فيها مقبول. فمش هينفع لو انت جايب فيها جيد، او لو حاجه اصلا مش حاجه بتاعتك، فيستحسن انت يعني يعني يا دوبك اكتب اسم الجامعه وخلاص يعني. انا كتبت فايف فلوس مثلا، مارفل فلوس. اللانجوج بتاعتي انا بتكلم انجلش كويس، العربي مثلا نيتيف، وبتكلم جيرمان كويس او يعني بتعلم جيرمان. فانا كتبت اللانجوج اللي انا بتكلمها هنا. بس ما تكونش اصلا عارف كلمتين مثلا. يعني هنا مثلا لو جه هنا هيجي يقول لك جيرمان ده مثلا بيبقى ايه. آه الانجليش ممكن تقول مثلا لو انت ما عندكش غير السيستم اللي هو مثلا بايلينجوال او انترميديت وكده، ممكن تيجي لو انت حد كويس جدا في الانجليش تخليه بايلينجوال مثلا عادي جدا. والجيرمان مثلا تخليه مثلا ليميتد ان ورك مثلا. يعني كان في مثلا دينا جرجس كانت من ضمن الناس اللي هي شغاله ماشين ليرنينج، وحد يعني قصده جدا بجد. فخلينا نخش كده مثلا اهي. طبعا هي اكسبرت ماكنزي حاليا، يعني حد حي عظيم جدا. بصوا تلاقوا ان هي كاتبه انجلش مثلا professional working professions. طبعا انت ممكن بتخليه بقى limited limited working limited working cycle او اي حاجه يعني. اوكي فبس. آم، اوكي فانا خليتها زي ما هي. طيب ايه تاني؟ السيرتيفيكيشن جوجل داتا اناليسيس تراك. يعني اوكي ماشين ليرنينج اي اي الكتريك باي بالفعل انا اخدتها داتا اناليسيس اي بي ام اي كارير فول بروجرام ماكنزي. بروجكت مانجمنت اخدت من ان تي اي. كوانت كارير ديفلوبمنت هو كان في بارت منه حلو جدا. هناخد بقى ايه داتا يعني احنا حتى برضك علشان نكون فاكرين كويس. تعال نخش كده على الدرايف ده. هتلاقوا حتى الشهادة اللي أنا واخدها تلاقوها فور يو. and data analysis. طب أنا عايز أخد فكرة، أنا عايز أخدها كوبي لأن أنا يعني بس data data analysis. اوكي هو انت ان انت هتاخد data analysis. data analysis وكان ايه تاني؟ data analysis و diploma with AI. طيب ده كان اسم الانستتيوشن ايه؟ خلينا نتأكد برضك ان احنا كاتبين اسم الانستتيوشن صح أوي 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 as much as we can يعني. كاري جمال ده اهو. طيب هو تقريبا يعني هو أكيد في الاسم يعني. هو مكتوب بالعربي ابن سينا تريننج ابن سينا كريم. طبعا طب افترض ان انا مثلا مش متأكد. خش هنا ابن سينا كريم اهي. شفتوا؟ كان ابن سينا تريننج اكاديمي. طيب ايه تاني ممكن نضيفه هنا؟ آه اخدت كي او تي مثلا. ناشونال انستيتيوت اوف جفرمنتس. اوكي مايكروسوفت باور بي اي.
in progress حاليا أنا بالفعل باخد حاجة زي كده. أنت introduction into Raj. Okay, introduction to this response for AI for everyone, deep learning how to learn. Introduction to social media. Passionate about continuous learning with data-driven storytelling. طبعا آم، انت في اكتر من حاجة ان انت ممكن تعملها بخصوص حاجة زي كده. ان انت بقى تبدأ ان انت تشوف حاجة تحتك. يعني هنا مثلا في حد كاتب زي كده، مثلا شايف جايب مثلا statistics analysis, predictive modeling, آه education. بص يعني ده اللي انا بتكلم عليه، ماستر اوف ساينس ان بزنس اناليتكس. يعني هو هنقعد مثلا سنتين في حاجة زي كده واخد التعليم الأساسي. ده اللي أنا بكلمكم عليه، إن أنتوا بتاخدوا حاجة وبعد كده ممكن إن أنتوا تاخدوا حاجة تانية من جامعة تانية من معهد تاني. فده اللي اسمها officially، فغير كده ما ينفعش. يستحسن ان انتوا تكتبوا عن نفسكم لو ما عندكمش حاجه حتى اكتبوا حتى على البروجكتات اللي انتوا عملتوها. يعني ما عندكمش اكسبيرينس مثلا، حط مثلا التريننج اللي انت اخدته حاجه زي كده. الاكسبيرينس دي مش لازم أن يكون شغل فعلي، هو يستحسن طبعا انه يكون شغل فعلي، ولكن لو انت عندك شغل فعلي فخلاص حاول ان انت تكتب اكتر عن نفسك. اي تي ان تي دي اصلا حته، اي تي ان تي دي شركه اتصالات في امريكا. هناك هو شغال سينيور فاينانشال داتا اناليسيس هناك. يعني حاجة كويسة. فهنا مثلا سنس ونش وورز فاج مثلا، كلما آخره هتلاقيه كاتب مثلا حاجة هنا، وكاتب لينكد ان دوت كوم. يعني تمام. طيب آم، حلو. انا مثلا انا واحد عايز ابروفايد مثلا ال- البورتفوليو مثلا بتاعي، سواء كان انهانس مثلا، سواء كان بنترست مثلا او جيت هاب او حاجه زي كده. او بروفايد مثلا لينكس مثلا لايك جيت هاب مثلا and resume. So هنا ده موقع بيجي بيقول لك should they put if she got a link on resume I will immediately go. Well, nothing speaks more than a candidate's actual code. اوكي بيرفكت. بص حد بيجي يقول لك والله ان انا لو لقيت حد على طول حاطط اللينكد ان جيت اب بتاعه او جيت على البتاع ده على طول a few things to note if you haven't submitted anything to GitHub a long time it's probably not worth and did not be shy or consider about the scope or and the impact of your project. I would much rather see a simple PMI calculator versus a STMI calculator and impact with design and standards. حلو يعني والله بيشجعوا حلو قوي يعني. الفكرة بقى ان انا عندي الكود على كول اب، فدي هي there is the point يعني. بس خلينا لغاية الآن انت بتبروفايد حاجة زي كده اهو. يعني خلينا مثلا لازم example. انت يبقى بتبدأ بقى، احنا عايزين حد يكون عارفين الرسول. هو تقريبا مش حاطط، او هي مش حاطة. تمام. تمام جدا. اوكي احنا ممكن يعني هو انت عامة ممكن تبروفايد في اللينكس اللي فوق دي. آه، انا هبعت لكم برضك. يعني المفروض ان انتوا يعني ده لينكد ان، ولينكد ان بقى يقدر يخش على جيت هاب. انا هيعرفت برضك بجيت هاب هنا. يعني انت لو دخلت هنا مثلا تنزل تحت شويه هتلاقي ان انا حاطط ده اهو. ده اب وورك مثلا، جيت هاب ده سورسز مثلا، ده جيت هاب بتاعي. ف يعني على ما اظن كده كل حاجه تمام. بخصوص الشهادات او كده، انا يعني بالفعل دي كيدز ان تي اي، ديجيتال ايجيبت بايونيرز انيشيتيف، جلوبال كلاود. اخدنا ايه تاني مثلا؟ يعني على ما اظن ده الحاجات اللي انا يعني او لايك ان انا بروفايدد او امنشن مثلا في السي في بتاعي. بس كده تقريبا كده احنا شرحنا كل حاجه.
ازاي تقدر ان انت تكتب حاجة زي كده. you don't need ان انت to ask someone for help او حاجة زي كده. دي خلاصة تجربة من خلال جوجل، شركة جوجل وكارير ديفلوبمنت، الانيشيتيف او المبادرة اللي انا اخدتها وكل حاجة. ده علم اتمنى ان هو يكون حاجة زي كده يساعدكم. طبعا بتبدأ بقى ان انت تشيك مثلا، والله انت داتا اناليسيس، انت شايف من job description. طبعا ممكن بقى تشوف بقى انك كلاود، ديب ليرنينج، سوشيال ميديا ماركتنج. انا شايف ان هو سوشيال ميديا ماركتنج ده يشيل منشن مثلا انها هي مش موجودة. ف اوكي. ف ولا هو بيتكلم ان انا مش حاطط ديب ليرنينج؟ هو المفروض ان انا دلوقتي، بس يعني ما علينا. آه تقريبا انا تقريبا كده خلصت. يعني ما عنديش اي حاجة ممكن اختار تاني. طبعا بعد كده تحط بقى انت الوقت، وبفترض ان انت عندك حاجة ممكن حابب ان انت تضيفها. بتبدأ بقى ان انت تخش على السكشن هنا، كاسترا، وفوفي، على ما أظن دي كل حاجة، هي دي الحاجة العادية. بس كده يعني. أتمنى إن هو يكون كانت حاجة مفيدة، وما يكونش فيها أي مشكلة لأي حد في الفهم، واللي عنده أي مشكلة يقدر إن هو يتواصل معايا في أي وقت من خلال لينكد إن أو يعني من خلال حتى الكومنتس أو أي حاجة. طبعا بعد كده بتقدر أنت تعمله داونلود. أنا يعني مش حابب إن أعمل داونلود دلوقتي، أنا مستني إن أنا أتأكد من كام نقطة، ولكن خليني أجرب كده. أو إن أنا بعمل شير، أو أنا عشان أنا عاملها سيف مثلا، فأتأكد بس من كام حاجة الأول. إيه فاضل. بس إيه نتمنى. أوكي. آه بتبدأ بعد كده تحطها هنا مثلا، وأول ما بتحطها هنا بيبدأ إن هو يصور لك لينك هنا. يعني المفروض إن أنا كده نزلتها هنا. أوكي. هو تقريبا حطها لي بحاجة تانية خالص، ولكن أي هوب إن هي تكون نفس الحاجات. يعني ماشي يعني. خلاص تمام. خلينا بس إن إحنا هنقول إن إحنا نازلين. تبدأ إن أنت بتدوس هنا، تبدأ إن هو ينزلها لك من غير أي مشكلة أو حاجة. تبدأ بعد كده تشوفها. ادي الشهادة، ادي سوري، ادي السيرتيفيكت اهي. آه dedication الذين اكاديمي الى ما اخره. آه بس كده اتمنى ان ده يكون انا عارف ان ممكن تكون في كام حاجة كده انت متظبطتش، ولكن انا كده كده موجود هنا وهعرف ان انا احلها. اتمنى ان هي تكون مفيدة ليكم. وانا عارف ان الفيديو اصلا هو تقريبا حلقنا لغاية امس او ربع. اتمنى ان هو يكون فيديو كان مفيد ليكم، وشكرا جدا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جدا. مع السلامة.